ليش ما نتذكر كل شي عن طفولتنا وأشياء نسيها الزمن؟ عنوان حلقة اليوم عندي لكم سؤال يمكن مر عليكم يوما. ليش بطفولتي أتذكر كل التفاصيل ومرات أكو سنوات أو مواقف ما أتذكر منها إلا القليل؟ أتذكر بيتنا القديم، أتذكر الألعاب اللي كنت ألعبها، وأتذكر الناس اللي كانت ويانا. بس رغم هذا أحس مرات يعني أكو صفحات ناقصة يعني بخلال هالفترة، وأكو تفاصيل ما مفهومة أو ما أتذكرها. هل فعلا إن دماغنا هو يحذف الشغلات أو الذكريات السيئة اللي تعرضناها حتى يعني يحافظ علينا ويحمينا منها؟ الحقيقة أجمل وأعقد من هذا. ذاكرتنا هي مو مجرد كاميرا وتخزن الشغلات، لا، دماغ يختار الشغلات ويربطها بالمشاعر. فلهذا بعض المواقف بعد سنوات يمكن تضعف، وبعض المواقف راح تقوى. هذا من طبيعي جدا إن ما نتذكر تفاصيل طفولتنا، وخصوصي السنوات الأولى من عمرنا، لأن بعد ذاكرتنا يعني ما كانت يعني كانت بطور النمو، فما كانت تقدر تخزن يعني الذكريات بيها. وهم كنا نملك اللغة حتى كنا ننظم يعني حياتنا بهذيك الفترة. بس تدرون إن المشاعر هي تبقى حتى إذا التفاصيل ما كانت واضحة. يعني ما تتذكرون الموقف، بس تتذكرون الخوف اللي عشتوه بهذيك المرحلة، وتتذكرون يعني الحزن اللي شعرتوا به، وتتذكرون الحضن اللي يعني حضنكم بصدق وشعرتم بالأمان. بس هذا ما يعني إن إذا شغلات ما تذكرتوها بطفولتكم يعني مريتم بشغلات سيئة أو شغلات مخيفة أو هذا. لا، هي يعني الطبيعة البشرية للذاكرة هي اللي تحدد. وهم إذا مريتم بضغوطات أو بمواقف قوية هم تأثر هاي على يعني مراحل تذكركم للشغلات، يعني شغلات تنسوها وشغلات تتذكروها. الشيء اللي عجبني بهذا الموضوع إن طفولتنا حتى إذا ما نتذكر كل التفاصيل، بس نتذكر رائحة بيتنا القديم، ونتذكر الشارع اللي كنا نمشي وياه، ونتذكر أصدقائنا بهذيك الفترة. يعني هاي التفاصيل اللي عشناها. وأجمل شيء نسوي لطفولتنا مو إلا لازم نتذكر كل التفاصيل، بس لازم الطفل الداخلي اللي بينا ننطيه الحب والحنان، واللي كان في ذيك الفترة يمكن قليل عليه لو كان ينقصه. وسؤالي إلكم، هل عندكم أنتم ذكرى من أنتم صغار يعني ناسين تفاصيلها؟ لو عندكم شعور أو رائحة معينة تذكركم طفولتكم اكتبوا لي بالتعاليق. ولأن حديثنا من القلب إلى القلب مع مارسيليا، انتظروني بالحلقات الجاية. باي.